فيديو النهارده هقول لكم ايه اهم حاجات لازم تعرفوها هنا عشان تقدروا تلاقوا شغل هنا في امريكا. اول حاجه كده لازم نعرفها ان احنا طبعا انت جاي هنا، لو انت جاي بشهاده اي كانت ايه الشهاده بتاعتك، لو انت مثلا مهندس دكتور اي كان ايه المهنه بتاعتك او اي كان ايه المجال بتاعك او اي كانت ايه الشهاده بتاعتك، لا في حاجه اسمها تعمل معادله للشهاده بتاعتك، ودي بتعملها من خلال الكوميونتي كولجز اللي هي الجامعات او الكليات اللي هي الاهليه، تمام، او الاجتماعيه. الكوميونتي كولج دي بتدور عليها، بتعمل عليها بحث، تشوفها وانت في مكانك قبل ما تيجي هنا على امريكا اصلا تبداوا تشوفوا اولاد انتوا رايحين تشتغلوا فيها. دوروا اول حاجه على الكوميونتي كولجز فيها وتواصلوا معاهم واسالوهم عايزين نيجي نقدم عندكم اللي احنا خريجين من التخصص دوت، عايزين نعرف ايه المواد الناقصه اللي احنا المفروض هندرسها عندكم، فبيعملوا معادله للشهاده ويشوفوا هل فعلا انتوا محتاجين تكملوا دراسه ثانيه ولا لا. فطبعا بتتواصل مع الجامعه وكل حاجه وبتعرف كل الامور ديت. بس في نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها، ان انت لما تيجي هنا على امريكا مش هتشتغل الوظيفة اللي انت كنت بتشتغلها في اي بلد كنت بتشتغلها قبل كده. يعني لو انت مثلا دكتور او مهندس او كان ايه التخصص بتاعك، اعرف كويس جدا اكيد هيبقى صعب عليك في الاول ان انت تلاقي الشغل بالمجال بتاعك، فطبيعي انك تشتغل اي حاجه في الاول لحد ما تلاقي شغل في المجال بتاعك. فعشان كده او شغل في المجال بتاعك، عشان تلاقوا شغل في المجال بتاعكم الموضوع صعب في الاول. فعشان كده لازم الاول انك انتوا تدوروا على شغل اي كان ايه الشغل شويه عشان بس تظبطوا اموركم، عشان يبقى معاكم يعني فلوس تعرفوا تصرفوا على نفسكم بيها. فبالتالي لا، ازاي بقى تلاقوا بقى شغل؟ طبعا اول خطوه عرفناها خلاص ان احنا بنعمل الاي دي بتاعنا، الاي دي اللي هو الدرايفنج لايسنس، خلاص عملناها. لو ما شفتوش الفيديو بتاع درايفنج لايسنس هيظهر دلوقتي فوق، شوفوا الفيديو بتاع درايفنج لايسنس ازاي تاخدوا رخصه السواقه هنا في كاليفورنيا في امريكا او اي ولايه. هتلاقوا الفيديو هيظهر فوق دلوقتي، تقدروا تشوفوا الفيديو ده الاول عشان تعرفوا ازاي تاخدوا الرخصه. تمام، اخدتوا رخصه خلاص كده بقى عندكم الهويه بتاعتكم اللي تقدروا تقدموا بيها على شغل، تمام، عشان دي هيطلبوها منك لما تيجي تقدم على اي شغل. بعدين بتبداوا تدوروا على شغل. تدوروا على شغل ازاي بقى؟ عندكم ثلاث حاجات، عندكم انديد وجلاس دور ومونستر، دول ثلاث مواقع او ثلاث ابلكيشنز بتعملوا عليهم حساب فيهم وبتبداوا تقدموا فيهم. حاجه لازم نعرفها ان احنا لازم نظبط السي في بتاعنا كويس جدا على كل وظيفه هنقدم عليها. لازم السي في بتاعنا يبقى ملائم للوظيفه ديت، يعني كل سي في هنعمله لازم يبقى السي في متظبط بحيث ان هو يكون نفس الحاجات اللي هم طالبينها في الوظيفه ديت يتعمل على اساسها، تمام. دي نقطه مهمه جدا، يعني كل السي في يتفصل على الوظيفه اللي انا بقدم عليها، اي كانت ايه الوظيفه اللي انا بقدم عليها لازم يبقى السي في متفصل على اساس الوظيفه ديت، تمام. فبشوف ايه المتطلبات الوظيفه ديت، هل هو مثلا سيلز، هل هو كاستمر سيرفيس، هل هو كول سنتر، ايه المهام اللي انا هعمله في الوظيفه اللي هو الجوب ديسكريبشن او الجوب رول نفسه، ايه الحاجات اللي هم طالبينها في الوظيفه ديت كمهارات كخبره، كل الحاجات ديت اكتبها في السي في بتاعي، اجهزه على كل وظيفه بقدم عليها بحيث ان هم يبقى عارفين ان دي خلاص دي الخبره اللي انت عندك او دي المهارات اللي انت عندك. عشان اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل كالاتي، لما انت بتقدم السي في بتاعك هم بيعملوا فيرتلايزيشن، يعني بيعملوا تصفيه، تمام، بيصفوا السي فيهات ديت، السيستم لوحده بيصفيها. فلما انت تكون كاتب مثلا ان انت ما عندكش الخبره اللي هم محتاجينها او مش كاتب المهارات اللي هم محتاجينها، فطبيعي ان هم ما بياخدوش السي في ده ضمن السي فيهات اللي بياخدوها. كله اوتوميت، كله بيبقى نظامي، الموضوع بروجرامي اكتر. هم مش بيقعدوا يفتحوا كل السي في ويشوفوا السي في ده ايه اللي مكتوب فيه، لا، هي كي ووردز، كلمات معينه، لو الكي ووردز دي موجوده خلاص السي في ده بيبقى من ضمن السيفيهات اللي ممكن يروح للاتش ار عشان يعمل لك انترفيو. لو ما فيش الحاجات اللي هم طالبينها ديت خلاص ما بيشوفوش اصلا السي في ده خالص. فعشان كده كل وظيفه هتقدموا عليها لازم تظبطوا السي في بتاعكم على اساس الوظيفه ديت، تمام. دي اول نقطه. طيب عندكم حاجه ممكن تساعدكم جدا في كتابه السي في، شات جي بي تي. شات جي بي تي مثلا ممكن تخش تقول له انا عايز هقدم على وظيفه كذا وعايزك تعمل لي مثلا سي في للوظيفه ديت، هيعمل لك سي في كويس جدا، ايه الاكسبيرينس اللي عندك او ايه السكيلز اللي عندك، كل ده هيكتبه لك، المهارات الخبره اللي عندك هيكتبها لك، هيعمل لك سي في حلو بحيث انت ممكن تاخد بس تعمل كوبي بيست وتشوف كده الحاجات اللي عايز تظبطها وتحطوها في السي في بتاعك. فلما تيجي تقدم على شغل انت بتقدم من خلال انديد وجلاس دور ومونستر، دول اللي بتقدموا من خلالهم على الشغل هنا، تمام. ابلكيشنز هم او بيكونوا ويب سايتس على حسب ده او ده، تمام. طيب بعد ما تقدموا بقى على الوظيفه وكل الكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ خلاص انت اخترت الوظيفه اللي انت عايزها، قدمت عليها. بعد ما تحصل الكلام ده في انترفيو بيعملها معاك. طبعا في البدايه كده الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها في الاول هي وول مارت، مارشلز، امازون، تارجت، المحلات اللي هي بتبقى ريتيلرز كلها، اللي هي بتبقى سوبر ماركتات، دي اللي ممكن تشتغلوا فيها في الاول، تمام. في البدايه كده بس تشتغلوا فيها شويه لحد ما تظبطوا وضعكم. وطبعا قبل الكلام ده كله لما انت بتاخدوا اصلا الرخصه ممكن كمان تشتغلوا اوبر ودور داش وجو باف وانستا كارد وشيبت، دول وظايف ممكن تشتغلوها، يعني شغل حر، يعني انت تشتغل انت بعربيتك، فبتبقى حاجه كويسه انت ممكن تعملها بحيث ان انت ممكن تشتغلها يعني. فدي حاجه من ضمن الوظائف اللي ممكن تشتغلوها هنا. تشتغلوا حاجه من الاربع وظائف دول او الخمسه دول بتشتغلون بالعربيه بتاعتكم، سواء هتوصلوا طلبات اكل او هتوصلوا ناس او هتجيبوا البقاله لناس زي انستا كارت وشيبت. الاثنين دول انتوا بتعملوا بقاله للناس، بتجيبوا حاجات الناس طالباها، يعني الناس بتبقى طالبه حاجات بتروحوا انتوا تجيبوها من السوبر ماركت وبعدين توصلوها للناس، تمام. اما بقى جو باف ودور داش واوبر ايتس
دول كلهم توصيل اكل، تمام. او اوبر درايف بقى اللي هو توصيل ناس، او ليفت، دول ممكن تشتغلوهم. بس ليفت واوبر درايف دول لازم يكون معاكم على الاقل الرخصه بتاعتكم تكون عدت عليها مثلا سنه، يعني تبقى لكم تسوقوا في امريكا سنه. وزي ما قلت لكم بالظبط الفيديو بتاع ازاي تاخد رخصه السواقه وكل اللي عايزين تعرفوه عن رخصه السواقه والامتحان وكل الامور دي كلها هتلاقوا هيظهر فوق هنا، تقدروا تشوفوه دلوقتي، تمام. طيب ايه كمان حاجه ثانيه لازم تعرفوها؟ ان انتوا ممكن تروحوا بقى المولات نفسها او تلفوا بالعربيه، روحوا مثلا لمول احسن ولفوا في المول ده، افضلوا نمشي في المول ده وشوفوا في المول ده ايه الوظائف اللي موجوده هايرنج، شوف ايه الحاجات اللي هم عايزين فيها هايرنج، وخش واسالهم، خد معاك السي في بتاعك كده وخش قول لهم ان انا عايز اشتغل معاكم وكده. وفي وقت محدد بيكونوا عايزين فيه ناس جدا في الوقت ده، عشان بيكون فيه ضغط كبير جدا شغل، فبيكونوا عايزين ناس في الوقت ده اللي هو الوقت الموسمي. اللي هو الوقت الموسمي ده امتى؟ اللي هو ابتداء من شهر 10، اللي هو ابتداء من هالوين، بعد كده ثانكس جيفنج، بعد كده بلاك فرايداي، كل الحاجات دي بتبقى ورا بعض كده، بعد كده كريسمس. فالفتره دي كلها بتبقى كلها اعياد، فالفتره دي بيبقوا عايزين ناس كتيره جدا، والسنه الجديده كمان، فالفتره دي بيبقوا عايزين ناس تشتغل. فدي الفتره اللي انتوا ممكن تلاقوا فيها شغل، لان هم بيكونوا محتاجين ناس كميه كبيره، فانت المفروض تشتغل في الفتره دي وتثبتوا نفسكم. لو اثبتوا نفسكم ولقوكم الناس كويسه فهتلاقيهم على طول ان هم ايه بيشغلوكم معاهم، وبعدين بتكملوا معاهم بعد كده. فدي ممكن حاجه تعملوها في الاول لحد ما تلاقوا وظيفه احسن، تمام. ودي طبعا في البدايه. في شغل تاني هو بتوصل ناس تعبانه او ذو الاحتياجات الخاصه او اللي بيحتاجوا رعايه صحيه معينه، انت بتوصلهم تبع مثلا شركات معينه، بتوصلهم وبتاخد فلوس على الساعه. طبعا دي بتوصل مثلا ل $4000 في الشهر، ممكن اكتر كمان، تمام. تعتمد ان انت توصل ناس في اليوم، وفي بقى شركات كتيره ممكن تعمل ده، بس دي الحاجات دي كلها بتحتاج ان انت يكون عندك على الاقل سنه خبره في السواقه هنا في امريكا، تمام. يعني بالنسبه للجامعات تتواصلوا مع الجامعات اللي هي كوميونتي كولجز، تتواصلوا معاهم، اسمها كوميونتي كولجز، تتواصلوا معاهم وقولوا لهم ان انتوا عايزين تعرفوا اذا كنتوا انتوا لو عايزين تيجوا تدرسوا في مواد ثانيه ناقصه تدرسوها كمان، ولا هو خلاص كده تمام، دي المواد اللي انت خلاص خلصتها. عشان هنا في امريكا في كوميونتي كولجز وفي الجامعات اللي هي ثانيه اللي هي اليونيفرسيتي، في الكليات اللي هي الاهليه، وفي الجامعات اليونيفرسيتيز، في جامعات كتير على حسب طبعا الولايه اللي انت فيها، في جامعات. فالجامعه سعرها اغلى بكتير. بالنسبه للكوميونتي كولجز الدراسه فيها بتبقى البير يونت واحده الواحده بتحسب $300 يونت، تمام. فتشوف مثلا هتاخد كام يونت في السمستر، هتاخد مثلا 12 يونت، اضرب 12 يونت مثلا، او كل ماده مثلا ليها كام يونت، كل كورس تاخده ليه كام يونت، واضرب مثلا احسبها على السمستر كله هتدفع كام في الاخر، تمام. فده بالنسبه للجامعه يعني، تمام. فتواصلوا مع الجامعات، قولوا لهم ان انتوا انترناشونال ستودنت وعايزين تيجوا تدرسوا عندهم، فعرفوا الدنيا عامله ازاي. بس احسن حاجه تتواصلوا مع الناس ديت. يعني انت لو عايز تعرف اي معلومه سهل جدا تعرفها من خلال جوجل نفسه، تبحثوا في جوجل، وجوجل تروحوا مثلا للجامعه الولايه اللي انتوا عايزين تروحوا تدرسوا فيها، شوفوا الولايه ديت، شوفوا ايه احسن جامعات فيها، خشوا على الجامعه نفسها او الكليه نفسها، تلاقوا في رقم موجود للانترناشونال ستودنتس، تمام، للطلاب اللي هم جايين يدرسوا من الخارج. اقول لهم من كل حاجه واعرفوا مصاريف كام وكل الامور ديت عشان تعرفوا تيجوا هنا. حاجه يا جماعه برضو عايز اقول لكم عليها مهمه جدا، ان انت لما تكتب السي في بتاعك ممكن اكتب حاجات انت ممكن ما تكونش عندك خبره فيها، بس لازم تخلي بالك انت بتكتب بس الحاجات ديت عشان السي في بتاعك يتاخد ضمن الناس اللي هم هيعملوا معاهم انترفيو. لان انت لما بتيجي تشتغل لازم يعملوا معاك انترفيو الاول، فانت الاول السي في بتاعك بيروح للاتش ار، وبعدين خلاص هم اختاروا السي في ده بتاعك، شافوا ان انت عندك المؤهلات اللي هم عايزينها، المهارات اللي هم محتاجينها، وكل الكلام ده كله، والخبره اللي هم محتاجينها، وبالتالي بعديها بقى خلاص هيعملوا معاك الانترفيو. فالانترفيو بقى نفسها في انترفيو بيعملوها اونلاين، والانترفيو اونلاين دي بيطلب منك مثلا يسالك 5 اسئله، يقول لك سجل فيديو جاوب بقى على الاسئله ديت. يعني كل سؤال هيجي بتساعتها على طول بتعمل ريكورد وتسجل وتبعت على طول، يعني حتى مش بيديك كذا فرصه، هو بيديك بس على كل سؤال مثلا 3 فرص. خلاص لازم المره الثالثه دي ان انت تقول الكلام كله صح، مفيش حاجه تقولها غلط، تمام. 3 محاولات يعني، تمام. فالخمس اسئله دول بيسالك انت هل حصل معاك قبل كده تجربه، حصل معاك الموقف ده علمك حاجه معينه استفدت منها، غيرت حاجه في حياتك مثلا. يسالك حاجه زي كده، يقول لك مثلا قول على موقف حصل معاك في الشغل مثلا، الموقف ده فرق معاك جدا في تعلمك، في تطورك، في حاجات زي كده، النجاح اللي انت حققته قبل كده في حياتك، حاجات كده يعني. تبقى اسئله بتخص تجاربك السابقه في الشغل، وايه اللي عملته مع الزباين قبل كده، حاجه تفتكرها كويسه وحاجه وحشه برضو تفتكرها عنك انت او على الشغل نفسه. فدايما بيسالك اسئله كده، اسئله لازم تبقى ذكي ان انت ترد عليها صح يعني، تمام. يعني لازم تعرف تحاول فعلا تخلق قصه حصلت معاك فعلا تبقى ليها يعني تاثير قوي، او تاثير هم يحسوا بيه فعلا اللي انت فرقت فعلا في الشركه. يعني حاجه زي كده تكون بيها بتسوق نفسك ليهم، تكون بالقصه بتاعتك ديت او التجربه دي او الخبره بتاعتك دي، ان انت تكون فعلا يعني تفيدهم فعلا، وتحس فعلا ان انت تبقى اضافه ليهم هم في الشركه اللي انت بتتعين فيها. فدي نقطه مهمه جدا. فانت المهم السي في بتاعك زي ما قلنا كده فصله على اساس الوظيفه نفسها، بس بعدين في الانترفيو نفسه لازم تبقى فعلا مستعد للانترفيو، ان انت تجاوب بطريقه ذكيه، وفعلا تخلي الشخص ان هو يعني تعرف ازاي ان انت تسوق نفسك صح، وتخلي الشخص فعلا يثق فيك، وتبداوا في الشغل بعد كده ان شاء الله. فربنا يوفقكم باذن الله يا رب، وربنا يعني ييسر لكم طريقكم كده. كل حاجه ان شاء الله سهله، مفيش حاجه صعبه، بس الواحد عليه ان هو يعني يشتغل على نفسه شويه ويظبط الموضوع، وهيلاقي فرص ان شاء الله، ودوروا في كل حته لحد ما تلاقوا ان شاء الله الوظيفه المناسبه بالنسبه لكم. ربنا معاكم، واتمنى كل خير في حياتكم يا رب. بس كده يا جماعه، يعني اتمنى يكون الفيديو النهارده كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معايا. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات بخصوص حياتنا في امريكا، يا ريت تكتبوها في التعليقات تحت. ويا ريت يا جماعه بجد لو اي حد عايش في امريكا بيتفرج على الفيديو ده
ده وعنده معلومه مفيده للناس ازاي يلاقوا شغل هنا، عندكم اي يعني استراتيجيه كويسه او خطه كويسه او حاجه انتوا طبقتوها بنفسكم او فرصه كويسه للناس، فرصه فعلا حقيقيه فعلا تفيد الناس، يا ريت لو تشاركوها في التعليقات تحت او تبعتوا لي على انستجرام وتعرفوني على الموضوع، وانا اقدر ان شاء الله افيد الناس بيه ان شاء الله. تمام؟ او يطلع معايا لايف على التيك توك وان شاء الله يبقى الموضوع ده مفيد للناس. يعني شكرا انكم بتعملوا كده. ولو تعرفوا اي معلومه ثانيه، لو في حاجه انا ما قلتهاش، لو في حاجه قلتها غلط، فطبيعي لان انا بقالي سنه و6 شهور هنا فلسه بكتشف حاجات كتيره جدا. لو عمركم بتشوفوني فكان معاكم علي ضياء الدين، فطبعا اتاكدوا انتم مشتركين في القناه وفعالين جرس. طبعا يسعدني ويشرفني احنا نتواصل دايما مع بعض على التيك توك على علي ضياء الدين، وعلى انستجرام بنزل دايما فيديوهات وصور مختلفه عن المحتوى دوت، فتاكدوا انتم متابعيني هناك برضو. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في مكان جديد مع موضوع جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.